السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه منطقة الصحراء الغربية المغربية جغرافيا. هذه المنطقة الجنوبية للمملكة المغربية، وهذه هي منطقة تندوف، وهذه سمارة، وهذه المبادرة الأطلسية. وهذا الطرقان هما اللي غادي يكونوا من السكك الحديدية ومن طرق السيار هذه المبادرة الأطلسية الملكية. وهنا فين كاين يعني مربط الفرس، هنا خصوم ديال الوحده الترابيه، منهم كابرانات فرنسا، منهم فرنسا، منهم اسبانيا، منهم واحد العدد ديال يعني والبوليساريو هما غير اداه لهذه القوى الكبرى. اسبانيا وفرنسا والجزائر هما ضد هذه المبادره الاطلسيه، لان المغرب عنده حلف ماشي مع الاتحاد الاوروبي، عنده حلف امريكي اسرائيلي بريطاني روسي صيني الى اخره. هنا علاش ناضوا كل مره كيقصفوا يعني قربات مدينه سماره، وبالضبط كيقصفوا حدا التكنه ديال مينورسو اللي هما الجيش الاممي القبعه الزرقاء، كي زعما باش يخلعوهم، باش يعطيو تقارير بان راه المنطقه مازال بها النزاع. يعني هذا الشيء راه واضح وبين، ولكن المغرب ما نسوقش ليهم. المغرب والميريكان خدامين عارفين اش كيديروا. ها انتم هذه من الداخله واحد طريق فيها السكك الحديديه، فيها الطرق المعبده، غادا تمشي وتدوز تقريبا على مالي نيجر، وتمشي عاوتاني لإثيوبيا، وغادا تمشي حتى الميناء عدن، حتى جيبوتي. يعني حتى الدوله العربيه اللي كتواجد في المضيق العدن او مضيق باب المنفذ. يعني هذا باب المنفذ هو اللي كيربط البحر الاحمر مع المحيط الهندي. هذا مخطط كيتسمى مخطط خط الازرق. يعني خط الازرق شبيه بخط الحرير الصيني. هذا الخط الازرق غادي يقسم خارطه او القاره الافريقيه، وغادي يوصل يخلي الشعوب تقرب بعضها ببعض. هذا المشروع هذا ديال المبادره الاطلسيه هو اللي مخلي فرنسا واسبانيا وكاع المهم الاعداء المنظومه الاستعماريه اللي ما بمصلحتهمش المغرب يقوم بهذا المشروع ديال المبادره الاطلسيه، وما بمصلحتهمش المغرب ينظم ويأسس الحلف الاطلسي الافريقي اللي هو مكون من 23 دوله مطله على البحر على المحيط الاطلسي. والجزائر ما عندهاش شرف، يعني ما عندهاش العضويه فيه. وفرنسا خاصها يعني كابرانات ديالها تكون عندهم عضويه في الحلف الاطلسي الافريقي. هما هادشي علاش